ده شكل جسمي من 3 سنين، وده شكل جسمي من سنه ونص، وده شكل جسمي من سنه، وده شكل جسمي دلوقتي. المره الاولى اللي اتخنت فيها كانت بسبب الاكل الزياده، وخدت وعد على نفسي ان انا هغير حياتي ورحت خسيت فعلا. بس المره الثانيه اللي انا بطلت فيها جيم واتخنت فيها ما كانش بسبب الاكل، كانت بسبب شويه اكتئاب على توتر. ولما الجسم بيبقى في حاله توتر مستمره بيعمل حاجتين في الجسم، بيخليك خايف تعمل حاجه. انا كنت خايف اعمل دايت، كنت خايف العب رياضه. الجسم بيبتدي يفرز هرمون الكورتيزول والادرينالين بعشوائيه، والكورتيزول كان بيدمر عضلاتي وبيتخني من غير ما اكل. بس انا مش هستسلم للي انا وصلت له دلوقتي. الحياه ايه غير اللي احنا بنقع ونقوم ونقع تاني ونقوم تاني؟ فانا لو واقع دلوقتي عايز اقوم. عندي معلومات في النيوتريشن والجيم تخليني اخس وافرم تاني، ومش هبخل عليكم خالص. اقول لكم كل حاجه انا بعملها خطوه بخطوه، وهاخدكم معايا في الجيرني بتاعت الترانسفورميشن بتاعتي، وهقول لكم التبس اند تريكس تعملوا ايه بالظبط. اسمعوا كلامي 4 شهور وهتغيروا حياتكم 180 درجه، يعني من دلوقتي لغايه النيو يير. دلوقتي كده وزمان كنت كده، بكره هبقى احسن من زمان. بس كل 10 ايام هاخد شيت داي، وهصور لكم الاماكن اللي انا هاخد فيها الشيت ميلز بتاعتي. انا هركب العربيه وهاخد طريق للفورم. هتركبوا معايا العربيه ولا لا؟